السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. يلا بينا نشوف الشاورما القمر السوري دي اتعملت ازاي. بصوا ما شاء الله، حاجة جميلة جميلة جميلة. طبعا من داخل الحلقة اضافات كتيرة تانية مش من اختراعاتي، بس انا قلت اكمل لكم بقية الاضافات يعني اللي في الحلقة. يلا بينا شوفوا الحلقة اتعملت ازاي، وقبل ما تتفرجوا على الحلقة متنسونيش في شير ولايك وسبسكرايب. حلقة جديدة من حلقات اللهم بارك. النهاردة هنعمل تتبيلة الشاورما السوري. انا معايا كيلو من البانيه وقسمته كده زي ما انتوا شايفينه. جزء هنعمله بانيه في حلقة ان شاء الله، الجزء التاني هنعمله شاورما. بس انا هحطه طبعا بدل ما هعمله في عيش سوري هحطه في عيش فينو عادي. طبعا انا معايا قسمت كده كنت انا جايبه فرختين حلوين، وخدت قطعت البانيه كده بايديا، خدت الطبقات اللي زي دي الحلوه اللي تنفع البانيه، وخدت الحتت اللي في النص اللي زي دي كده اللي هي تتقطع شاورما. بدأت بالفعل اشتغلت وقطعت معايا قطع الشاورما بالمنظر ده زي ما انتوا شايفينه، قطع جوليان شايفين بالمنظر دوت. هروح اكمل بقية تقطيعة الشاورما معايا وهوريكم الطريقة الخطوة الجاية ايه اللي هنعمله. وهنا بقى يا حبايب قلبي هبدأ كده اسمي بسم الله. انا معايا كيس تتبيلة جاهز اهوت، انا مش هعمل التتبيلة على ايدي، استعنت الكيس من بره. هبدأ كده بسم الله افضي كيس التتبيلة بتاعتي، وهبدأ يا حبايبي انزل بمعلقتين من الزيت كده، 1 2، واقلب كويس الخليط بتاعي ده. طبعا يا حبايبي انا معايا كده كوبايتين او كوبايه كده صغيره من الزبادي البلدي ده، عاملاه على ايدي هنا. هنزل بيه كده على الشاورما بتاعتي في التتبيله علشان يطريلي الشاورما ويخليها لي جوسي. وهبدا كده يا حبايبي انزل بالشاورما بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، وهقلب كده كويس الشاورما بتاعتي، واروح احطها في التلاجة لمده ربع ساعه على ما اجهز الخضروات بتاعتها. هنا بقى يا حبايب قلبي جهزنا 3 بصلات حلوين كده على نص كيلو شاورما بتاعنا عشان تكتري كده وتشبعي عيالك. وقطعنا طبعا طماطم جوليان كده زي ما انتوا شايفين زي تقطيعه البانيه. المفروض معانا الفلفل الالوان بتاعنا اخضر اصفر احمر. طب مش موجود اعملي اللي موجود زي حالتي كده. انا لقيت فلفل رومي كده اخضر فقلت هشغله ما يضرش، ومعانا فلفل حار حسب الرغبه اللي بيحبه استخدميه. يلا بينا يا حبايب قلبي هنبدا نقطع كده البصل كده. هنمسك البصلايه كده نقسمها بالظبط ونقلبها كده اهو بالمنظر ده، ونبدا نقطع كده جوليان زي ما انتوا شايفين كده عشان تدينا نفس طريقه تقطيعه البانيه او الشاورما بتاعتنا. وهنا يا حبايبي هنبدا بقى نقطع الفلفل بتاعنا برضو بالطريقه الجوليان كده. صغري كده على قد ما تقدري عشان ما ياخدش السوا معاكي في الشاورما بتاعتك، ويبقى يعني الخضار ما يبقاش ني. طريقه تانية برضو يا حبيبه قلبي عشان تبقي واقفه سريعه في المطبخ، هتحطي الفلفل على بعض كده بالطريقه ديت، وتمسكيه بكف ايدك كده تنزلي تكسريه كده بايديكي وتشتغلي كده برضو. هتقطعي اكبر كميه من الفلفل معاكي بس بالراحه، حاسبي على ايديكي علشان ما تتعوريش. شايفين يا حبايب قلبي ما شاء الله شكل الخضروات حاجه تشهي كده وتفتح النفس. اللهم بارك. بصل، فلفل جوليان، طماطم جوليان. بصوا يا حبايبي الفلفل الحار برضو انا هقطعه بالطريقه دي كده قصادكم. همسك كده هقسم القرن الفلفل كده من النص كده اهو، وهبدا اجيبه كده بحيث ان يديني برضو شكل شكل طولي كده او شكل جوليان اهو. يا حبايبي انا جهزت الفلفل الحار، البصل، فلفل اخضر، طماطم. وعلى ما خلصت تقطيع الخضار بتاعي جبت جريل كده على النار ونزلت بيه بحبه زيت عشان اسخنها كويس وابدا اشوح الشاورما بتاعتي. حبايبي لازم الطاسه بتاعتنا تسخن كده. بصوا هو ده بقى الصوت اللي انا عايزه اسمعه. شايفين بقى ما شاء الله
ما تقلبيش فيها الا لما تبدا تاخد صدمه كده. طعم الشاورما السوري طالعه فيها بصراحه. كيس التتبيله اللي انا حطيته ده رائع يا حبايبي. هبدا بقى كده يا حبايب قلبي اقلبها. بصوا شايفين اللون؟ خدت لون جميل اهو. هبدا اقلب فيها كده كويس. بصوا يا حبايبي، لو عايزين تاكلوها بالمنظر ده كلوها، لو عايزين برضو تعملوها بنفس الخطوات اللي انا عاملاها دي كلها وتنفع مكرونه نجرسكو برضو حلوه قوي. هنبدا بقى ننزل كده بالبصل. البصل طبعا الاول ليه؟ علشان هو اكتر حاجه بتاخد وقت في السوا. وبعد كده يا حبايبي هبدا انزل بالفلفل الاخضر. ما شاء الله مش قادره اقول لكم على الريحه، قسما بالله كني واقفه في مطعم سوري. اول حاجه الفلفل الحار، وقليل بقى من الطماطم. شايفين الجمال؟ هو ده بقى الشغل العالي بقى من مطبخ رانيا. بص ما شاء الله ما شاء الله، حاجه كده روعه. الرغيف بنجيبه من بره بكام يا جماعه؟ بنجيبه من بره بكام؟ ب50 ولا ب60 كده يا حبايبي. الشاورما بتاعتنا استوت وجهزت. شاورما سوري. انا ما حطيتش عليها توابل خالص لان التتبيله بتاعتنا اللي احنا جايبينها جاهزه بصراحه فيها كل حاجه، مش محتاجه يعني. نروح بقى يلا يا حبايبي نجيب السندوتشات. وقلت بقى يا حبايبي عشان اكمل بقيه الدلع، كنت طبعا بجيب اوردرات يعني وحاجات وطلبات للبيت، فلقيت العرض دوت كفته جميله. قلت نعمل لهم بقيه السندوتشات عشان ايه؟ نحسسهم بقى بجو المطاعم. طبعا انتوا عارفين الجيل ده طبعا يا حبايبي بيحب الاكل الجاهز، مهما تعملي لهم برضو بيشتغلوا الاكل بره. فانا وعلى ايه قلت لهم لا انا هجيب لكم المطاعم هنا في البيت لحد عندنا. شايفين ما شاء الله شغل نضيف بصراحه. الكفته اهي جاهزه، هنروح نحطها على جريل كده بزيت ونحمرها. بصوا بقى يا حبايبي بسم الله. وهنا بقى يا حبايبي على ما اجهز الكفته بتاعتي كده استنى بسم الله، ونبدا نقص كده الفينو بتاعنا بالطريقه دي. وتسيب المقص عشان تضمني جودته كده، يبقى شغل مطاعم وفاخر من الاخر. وهبدا كده بسم الله ابدا احشي كده الرغيف بتاعي بالمنظر ده. عايزك بقى صوص طحينه حطي، كاتشب حطي اللي يعجبك. طبعا يا حبايبي قلبت هنا الكفته. بصوا منظرها ولونها جميل على فكره. والله العظيم انا ما بجيبش الحاجات دي لما بيكون عليها عروض، بيني وبينكم يعني اللي عليها عرض حلو بنزل اجيبها. وهنا بقى يا حبايبي هنبدا نسمي بسم الله كده نعمل شايفين الطحينه القمر دي عملتها من ورا القمر. هبدا كده انزل كده 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 على الرغيف، واحط صبع الكفته كده بتاعي. ولو ما عندك بقى طماطم كده تشكلي بيها حوالين الرغيف ماشي، ما عندكيش خلاص يعني اي حاجه تزوقي بيها الرغيف بتاعك. وممكن برضو بطريقه مختلفه نحط الاول الكفته بتاعتنا والطماطم كده من على الجنب كده اهو، وننزل كده ايه صوص الطحينه كده القمر ده كده على صبع الكفته. شايفين ما شاء الله كده يا حبايب قلبي. يبقى انا خلصت السندوتشات القمر دي معاكم. بصوا شاورما سوري، سندوتشات الكفته شايفين جمالها ازاي. قطعت خيار، سلطه الطحينه بتاعتي، طماطم برضو لازم فتح الشهيه. بصوا يا حبايب قلبي فتحت برضو شيبسي، واحد بالخل والملح وواحد بالجبنه المتبله. وهو كده يبقى حلقتنا تكون خلصت. يا رب تكون عجبتكم ونالت اعجاب حضراتكم حبايب قلبي. متنسونيش في شير ولايك وسبسكرايب من مطبخ رانيا لاول مره كنت بتشوفيني في قناتي على اليوتيوب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن.